أكبر مشكلة بتضايق أي بنت وست في حياتها لو لقت شعراية أو تانية في الفرشة بتاعتها وتجري على صاحبتها الحقيني أعمل إيه، وتروح تدور على وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر من على النت، ووصف زيوت من هنا على وصفة دهانات مضروبة مجهولة المصدر من هنا، وبدل ما تعالج المشكلة تعمل مشكلة أكبر. عشان كده لازم تعرفي سبب المشكلة عشان تعرفي تعالجيها. وفي إحدى الدراسات تم العثور على نقص البيوتين في 38% من السيدات اللي كانت تشتكي من تساقط الشعر. وفي دراسة تانية بتقول إن أسباب تساقط الشعر ممكن يكون بسبب الصلع الوراثي واللي معروف باسم الصلع الأنثوي النمطي، فقدان بقى الوزن السريع، نقص معادن زي الحديد والزنك والبروتين كمان، وبعض الأمراض الهرمونية زي اضطراب الغدة الدرقية. الأسباب اللي احنا قلناها دي كلها فيها عامل مشترك اللي هو نقص البيوتينيز. ده اضطراب وراثي ما بيقدرش الجسم يستخدم فيه البيوتين ولا يعيد تدويره. اورجانيك نيشن بتهتم بكل حاجة في صحتنا، عشان كده عملت لك اقراص البيوتين بتركيز 10,000 وحدة تقدري تاخديها كل يوم قرص قبل الفطار، وما تخليش شعرك ابدا يتساقط زي اوراق الاشجار.